بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات وأحسن الأحوال. فبعد أن نشرت الفيديو الأخير والذي كان بداية لسلسلة جديدة من الأعشاب الموجودة في المغرب، الأعشاب المستوردة، ظن أحد المتتبعين أنني توقفت عن نشر الأعشاب في السلسلة التعريفية بالأعشاب الموجودة في المغرب، فقال في تعليقه: هل المغرب توجد فيه 40 عشبة فقط؟ وأنا أقول: فليكن في علم الجميع أن كل فيديوهاتي تعليمية، وأنا لن أتوقف إن شاء الله في سرد الأعشاب الموجودة في المغرب ويسأل عنها الناس، سواء كانت محلية أو مستوردة، ما دام الطلب عليها جاري والتعرف عليها مطلوب. وأنا مع الفرص، كلما سنحت لي الفرصة في إنشاء فيديو سأنشئه، سواء كان في تعريف عشبة أو التعريف بوصفة أو الإرشاد إلى شيء ينفع الناس. فعلت ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من شاء منكم أن ينفع أخاه فليفعل. اسمحوا لي فقد أطلت عليكم، فموضوعنا في هذا الفيديو يدور حول العشبة الثانية من السلسلة التعريفية بالأعشاب المستوردة في المغرب، وهي عشبة الدار فلفل، والتي يقول لها العامة في المغرب ظهر فلفل. وقبل أن أنتقل بكم إلى التفاصيل أترككم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيدا فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب، والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبة الدار فلفل هي نبات عشبي متسلق ينتمي إلى عائلة الفلفليات، يخلف بعد التزهير قرونا طويلة تصل إلى 6 سنتيمترات. في بداية النمو تكون خضراء ثم تصفر فتصبح حمراء عند النضج، ثم إذا جفت اسودت. الدار فلفل في الطب القديم. ذكر ابن سينا في كتابه القانون في الطب، قال في مادة دار فلفل: حار يابس في الثانية، محلل ومزيل للأمراض الباردة. ودار فلفل وماء كبد الماعز المشوي نافع للغشاوة في العين، كما أنه يهضم ويحرك ويقوي المعدة ويزيد في الباه ويحاكي الزنجبيل. انتهى كلام ابن سينا. أما عمر بن داود الأنطاكي فقال في كتابه التذكرة: مادة دار فلفل يسميه أهل مصر عرق الذهب، ويسمى أذناب الحرادين، فهو من أخلاط المعاجين الكبار، يحلل الرياح ويهيج الشهوتين، يعني شهوة الطعام وشهوة الجماع. قال: ويهيج الشهوتين وينفع من برد المعدة والكبد وسددهما، ويدر الحيض ويستأصل البلغم، ويطيب الرائحة إذا وقع في الأطياب كالدارسيني. ومتى أغلي ودهن به سكن الفالج والكزاز وفتح الصمم. وقد جرب أنه إذا شوي في كبد ماعز وسحق بالرطوبة السائلة من الكبد ورفع، كان كحلا جيدا لغشاوة العين والظلم فيها. انتهى كلامه. الدار فلفل في الطب الحديث تسمى عشبة الدار فلفل في الهند، موطنها الأصلي الكانا والبيبالي. تسمى بالفرنسية بوافغلون، يعني الفلفل الطويل. اسمها العلمي بيبر لانغوم، من عائلة الفلفليات بيبراتشي. فعشبة الدار فلفل غنية جدا بالمركبات الأساسية التي تساعد على تحسين وظائف الجسم: البيتا سيتوستيرول، ومادة مسكنة، وكرويدات، واليوجينول، والبيبرين، والجليكوزيدات، والسكر، والراتينج يعني الريزة،
وزيوت أساسية ودهون مشبعة، والميرسين والكيرستين والتيربينويد والسيليفاتين والتريكونتان وبيبلارتين. والقائمة الطول. ومن المعروف أن مادة البيبرتين الموجودة في دار فلفل على الخصوص تحارب البكتيريا وتساعد على امتصاص أفضل للأدوية في الجسم، وفقا للدراسات التي أجراها المختبر الهندي CSIR، مجلس البحوث العلمية والصناعية بالهند، Council of Scientific and Industrial Research. تستخدم جذور وأوراق وثمار عشبة دار فلفل في علاج الكثير من الأمراض. تستعمل في علاج آلام المعدة من القبض أو الإسهال، وتستعمل ضد الأرق، وتستخدم كمنشط جنسي. دار فلفل يحسن من نمو الجلد ويحارب الشيخوخة، وينفع في علاج شلل اللسان والكوليرا والملاريا والتهاب الكبد الفيروسي وفقدان الشهية وأمراض الطحال. ولقد أظهر الباحثون في مركز اليوتي ساوث ويسترن الطبي في مقال في مجلة الكيمياء البيولوجية فعالية عشبة الدار فلفل ضد أنواع مختلفة من السرطانات، مثل سرطان البروستات والثدي والرئة والقولون والدماغ والمعدة وسرطان الغدد اللمفاوية وسرطان الدم. واتضح أن مستخلص الفلفل الطويل يعني الدار فلفل يحفز موت الخلايا السرطانية دون التأثير في الخلايا الغير سرطانية. وإني لم أذكر كثيرا من الفوائد الأخرى لهذه العشبة خشية الإطالة المملة، فمن أراد الاستزادة من فوائد الدار فلفل فليبحث عليه في النت، يعني الانترنت، باسمه العلمي، وسيرى العجب في هذه العشبة، زيادة عن كونها تابل يضاف إلى الأطعمة. وبهذا القدر نكتفي، شاكرا لكم مشاهدتكم وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو بالقليل. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو عشبة جديدة أو موضوع جديد، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.